يا صديقي ما تقوليش عليك خاف من أكثر من نفسك. كان خايف على النبي ومش خايف على نفسه إنه الكفار يلاقوهم، ولكن الله إرادته فوق كل شيء. كان العنكبوت يغطي الغار من الخارج، والذي يؤكد إن ما فيش حد دخل الغار أصلا، وفي حد جوه أكيد الشبكة دي هتكون متمزقة يعني. ومن هم يا صديقي اتجه الكفار ورحلوا، ومن ثم استكمل الصاحبين الطريق حتى وصل إلى المدينة المنورة واستقبله أهلها بالترحاب. ومن ثم بدأت هجرة المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلو الآخر. ولكن يا صديقي عشان تهاجر إلى المدينة كان في شرط، تترك كل حاجة أنت بتمتلكها خالص. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما وصل أول حاجة عملها بناء مسجد، وهو أول مسجد في الإسلام، مسجد قباء. ومن ثم مباشر آخى بين المسلمين والأنصار. إيه آخى بين المسلمين والأنصار؟ معناها كان يود بينهم، عشان اللي كان جاي من المهاجرين ما كانش معاه حاجة، وفي ناس من الأنصار كانت معاها تجار كثير، فكانوا ينقاسموا كل شيء، وكان قلبهم على قلب بعض، اسمهم إخوات في الإسلام بس كان قلبهم على قلب بعض. والله العظيم يا صديقي يعني ممكن الواحد يقاسمك في مالك في أرضه ويديك نص أرضه ببلاش، ممكن توصل للدرجة إن يديك زوجة من زوجاته ويطلقها عشان أنت تتزوجها لو مش لاقي تتزوج. والله كانت يوصل لكده. شوف سبحان الله الحال دلوقتي اتقلب بينا إزاي. ما علينا، ده أيام عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا صديقي دوام الحال من المحال. وكان هنا حجة الوداع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحدث الأليم لمكة كله، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعليم الإسلام واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا يا صديقي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحزن العالم كله، وانقضى أمين وحي السماء إلى الأبد. ولكن يا صديقي اللي ما كانش مصدق الحدث ده وكان أليم على قلبه بالمعنى الصح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لدرجة أنه قال: من يقول أن محمدا قد مات لضربت عنقه، يعني قطعت راسه. من كتر الصدمة إنه مش مصدق إن سيدنا محمد مات كان يقول كده: وما نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم يا رب واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله قصة الصحابة إن شاء الله هتنزل لكم في الحلقات الجاية. اتأكد إنك عامل لايك عشان اللايك بيساعد في ترويج الفيديو ويساعد أنا وإنت يا صاحبي ان الفيديو ده يكون سبب في الصلاة على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وانا اذكر غيري وانت تذكر غيرك وغيره يذكر غيرك، وهكذا السلسلة تستمر ونكون جمعنا اكبر صلاة على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اسيبك في رعاية الله يا صاحبي. ما تنساش ان قصة الصحابة هتنزل لك حلقة مفصلة على القناة هنا، فاتمنى تتابعني عشان نوصلك الحلقات بالتفصيل ونكون راجل عارف دين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبك في رعاية الله.